السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات وجهة نظر. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد، طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، نبدأ حلقة جديدة من حلقاتنا. ألف 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 مبروك طبعا النهاردة للنادي الأهلي، فوزوا بمباراة النادي الأهلي ضد البنك الأهلي. طبعا فريق صعب، فريق دايما الأهلي ما بيغلبوش غير 1-0 وبالعافية، وفريق من الفرق الرزلة زي ما بيقولوا، فريق رزل بالنسبة للنادي الأهلي. فمبروك فوز الأهلي وبثلاثة. الأهلي كولر شغال ثلاثات، الزمالك 3 ومش عارف المحلة 3 وأسوان 3 وكله 3. يعني بتهيألي دلوقتي 14-3 ولا 15-3، كلها 3. فلا يعني غزارة تهديف، ولذلك الأهلي أقوى هجوم وأقوى دفاع في الدوري حتى الآن. وطبعا فاضل له 3 مباريات ويحسم الدوري نهائي. فإن شاء الله الأهلي ماشي بخطة ثابتة من بعد هزيمة صن داونز بالخماسية، والأهلي فاق، ومارسيل كولر بقى بني آدم أو بقى مدرب. بصراحة مدير فني هينجز في الأهلي بإذن الله. توقعاتي، الله أعلم طبعا بالغيب، ما حدش يعرف الغيب، بس توقعاتي إنه بإذن الله هيوصل ويعدي جوزيه. مانويل جوزيه أسطورة الأهلي والبرتغال بالنسبة للنادي الأهلي في أفريقيا، هيعديه بإذن الله. فمارسيل كولر ماشي على خطة ثابتة، ومستنيين مباراة الأهلي والزمالك. طبعا مستنيين مباراة الأهلي والزمالك بفارغ الصبر. وعلى الله الزمالك ما يعتذرش زي ما اعتذر في مباراة السوبر. طبعا الجماعة الزملكاوية عارفين الكلام ده، فما يزعلوش يعني. فده الأهلي دلوقتي بقى يلعب لعب ممتع وبغزارة تهديفية وبقوة دفاع. يعني محمد عبد المنعم وياسر إبراهيم النهارده توب. وطبعا بيرجع معاهم بيرسيتاو، وبيرجع معاهم أحمد عبد القادر، فهم كلهم ما شاء الله. أهلي كولر ما شاء الله. طب مين كلمة السر في الجهاز الفني للنادي الأهلي؟ مين هو صفقة الموسم في النادي الأهلي؟ مارسيل كولر. بس أهم شخص في الجهاز الفني لمارسيل كولر من وجهة نظري، ويا ريت الناس ترد عليها وتقول لي صح ولا غلط، أو إيه وجهة نظركم أنتم؟ يعني اللي شايف وجهة نظر تانية يبعت لي، يقول لي، يكلمني، يقول لي، عايز آخذ وجهة نظركم. فأهم شخص في الجهاز الفني المعد البدني، اللي هو مخطط الأحمال. بصراحة ربنا اللي كان مضيع موسيماني هو ده. كانت الإصابات كل إصابة ورا إصابة. فمارسيل كولر معاه مخطط أحمال أو مخطط معد بدني، حكاية مخلي كل لاعب في النادي الأهلي واقف على رجله. وما فيش شد عضل، ما فيش إصابات، ما فيش كرامبات. يعني الكرامب اللي بيجي ده ما بيجيش شد عضل، ما فيش. ليه؟ لأنه إعداده سليم وعلى أسس علمية. فراجل بصراحة. طبعا مارسيل كولر كمان مدير فني فنان. بيعمل ايه؟ بيدي كل واحد على قد إمكانياته وعلى قد قدراته، وعشان كده بيتحسن أداءه. ما بي يعني في عضلات تتحمل وفي عضلات ما تتحملش. فهو المعد البدني بتاعه ومخططين الأحمال، طبعا معاه مخطط أحمال خطير على أسس علمية. فده كلها دي قياسات، بناء على القياسات دي فلان يتدرب كذا وفلان يتدرب كذا وفلان يتدرب كذا. مش كله بيتدرب نفس التدريب البدني، مش كلهم بيتدربوا زي بعض. فهو ده اللي مخلي الأهلي. والتدوير إنه اللعيبة مش ما فيش لاعب يلعب كل المباريات، لا لازم يريح. يعني ما اعتقدش حتى الشناوي بقى بيريح، بس بيريح الشناوي بالإيقاف اللي هو عمله لما اطرد، فجات معاه بنفس الكلام الإصابة. ربنا طبعا يبعد عنهم الإصابات
عن لعيبه كل مصر، يعني مش النادي الاهلي بس. يا رب يا رب اشفي كل لعيبه مصر، يا رب اشفي كل مريض، مش كل لعيبه مصر، كل مريض في مصر والامه العربيه والاسلاميه والعالم كله. نتمنى ان يزول اي وباء او اي مرض من اي حد، ربنا يشفي كل مريض. اللهم اشفنا واشف مرضانا وعافنا واعف عنا، اللهم اشفنا واشف مرضانا. فهو اهم شخص في النادي الاهلي بصراحه المعد البدني نمره واحد، بعد كده مارسيل كولر. مش مارسيل كولر نمره واحد، مع انه هو مارسيل كولر اللي جايب الناس اللي معاه طبعا، الطاقم بتاع الجهاز الفني. فشابوه شابوه، نرفع له القبعه. من بعد هزيمه صن داونز والاهلي غير الاهلي القديم، يعني ما شاء الله صراحه فن 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 يعني. ده الموضوع الاولاني اللي كنا عايزين نحكي فيه. الموضوع الثاني عايزين نحكي على الزمالك ومستوى الزمالك. طبعا الزمالك مستواه في اليومين اللي فاتوا او في المباراتين الثلاثه اللي فاتوا مستوى مش وحش، بس ما قابلش فرق قويه، لان الخطه اللي بيلعب بيها اوسوريو المدير الفني لنادي الزمالك خطه يعني بيلعب بثلاثه في الدفاع مش اربعه، وبيلعب في النص باحمد فتوح واربعه، يعني بيلعب 3-4-3 او 3-2-2-3، يعني 3-4-3. خلاص هي 3-4-3. بعد ال 3-4-3 دي ما تعرفش هتتكشف ولا مش هتتكشف. فعايزين نشوف الزمالك مع الاهلي هيعمل ايه، او الاهلي مع الزمالك هيعمل ايه. مباراه القمه دي هي اللي هتبين. طبعا الزمالك الله اعلم بقى هيلعب مع مين تاني، فاضل له 3-4 مباريات، وان شاء الله ان شاء الله الاهلي فوق الجميع، يعني الاهلي ان شاء الله نتمنى يفوز. فالزمالك مشكلته مش في الملعب خالص خالص. انتبه من فضلك، الزمالك يرجع الى الخلف بإدارة غير مقنعة لأي زملكاوي بيفهم، محترم وبيفكر بعقله بدون عواطف، يعني دون أي عاطفة. فكر في الزمالك بس. لو فكرت في الزمالك بس تعرف ان إدارة مرتضى منصور إدارة لا تقنع لا تقنع. ولذلك كل لاعب بيمشي من الزمالك بيكون ماشي يعني عايز طوق نجاة. يعني واحد زي امام عاشور ده كان هيموت ويمشي. ليه؟ مع انه قاعد في نادي كبير، يعني نادي الزمالك هتبقى زي الزمالك، ودلوقتي يقال والله اعلم انه عايز يرجع على النادي الاهلي او بيراميدز، يعني مش عايز يروح الزمالك. ليه؟ لان الزمالك اخلاقيا في الضياع، اخلاقيا في الضياع. بسبب مين؟ بسبب شخص واحد، مرتضى منصور للاسف. ولذلك حتى الاثنين الشباب اللي عندهم مضوا البيراميدز، وطبعا قمه الفشل الاداري عشان ما فيش فلوس. طب مين اللي خلى ما فيش فلوس؟ حربك انت وممدوح عباس. طب ايه اللي خلى ممدوح عباس يرفع قضيه؟ انت اول بني ادم بدعت القضايا، وكانت يعني بدعه سيئه ابتدعتها في الوسط الرياضي من 95، من سنة 1995 وانت بترفع قضايا. ولذلك انت بترفع قضايا وبتكسبها، بس هل بتكسبها لصالح نادي الزمالك ولا ضد نادي الزمالك؟ بيكون لصالحك انت، مش في صالح نادي الزمالك. منها بقت كلها قضايا. كل الناس راحت للقضاء، مع ان في الثمانينات والتسعينات ما كانش بني ادم في الكورة وفي الرياضة وفي كرة القدم بينتقل إلى القضاء. فهو أنت السبب، ولذلك أنت دلوقتي بتتحمل عواقب اللي عملته في 20-25 سنة للأسف. ولذلك يعني سبحان الله، يمهل ولا يهمل. سيف فاروق جعفر ده أنت بتقول أنا شلته على كتفي وربيته وأنا اللي مش عارف إيه. طب هو سابك ومشى ليه؟ عشان انت ما تعاقدتش معاه، ما فيش فلوس. طب الناس اللي بتديك فلوس من بره، او بتديك فلوس من البلد، او بتديك فلوس من الوزير زي ما بيقولوا، والله اعلم، ما اعتقدش، بس قول ماشي. الفلوس دي كلها بتروح فين؟ انت لميت من الاعضاء فلوس لنادي 6 اكتوبر اللي كنت هتعمله في 2017 2018 وما عملتش حاجه، وكنت انت طلعت بنفسك قلت لمينا 80 مليون في اسبوع
طب 80 مليون في اسبوع وبعديها كملت، طب راحوا فين؟ فين راحوا؟ ال 80 مليون دول راحوا فين؟ محدش يعرف. طب بعد كده دلوقتي جاي تلم تاني بعد ما النادي الاهلي افتتح الفرع الرابع في التجمع الخامس اللي في القاهره الجديده، جاي بعديها بيومين تودي جرار وتعمل مش عارف ايه. فهي حركات للاسف الشديد. ده مش نادي الزمالك، مش اسلوب اداره نادي الزمالك. فهي اداره يعني مش عايز اقول كلام وحش، اداره مش هي بتاعت نادي الزمالك، لا تليق بنادي الزمالك. للاسف للاسف للاسف. والله العظيم انا اهلاوي بس زعلان من الحاجات دي. الحاجات دي مش بتاعت الزمالك. الزمالك فريق كبير، الزمالك من 1911، الزمالك فريق عريق. يعني انت شوف 20 سنه ما يحصلش على بطوله افريقيا، ويوم ما يوصل للنهائي يتغلب من صن داونز ومن الاهلي. ف اكثر من 20 سنه، 21 سنه. للاسف الزمالك دلوقتي بيراميدز بياخد مكانه في المركز الثاني. يعني الاهلي وبيراميدز دلوقتي هيروحوا دوري ابطال افريقيا والزمالك هيلعب في الكونفدراليه. وكمان وقع طين لو طلعت من دوري المجموعات في الكونفدراليه. بيتهيألي جماهير نادي الزمالك مش هترحمك. لازم تاخذ البطوله زي ما خدتها في 2019. بس 2019 الحكم وقف مع الزمالك. احنا بنتكلم كوره، بنتكلم حق ربنا. فما اعلم، القادم نتمناه افضل لنادي الزمالك، ولكن المؤشرات لا تقول ذلك. فمعلش الزمالك يرجع الى الخلف للاسف الشديد، لان ما بني على باطل فهو باطل، ما بني على باطل فهو باطل. وهو ده السر الرئيسي في وقوع نادي الزمالك. فألف ألف ألف مبروك للنادي الأهلي. النهارده فوزوا على البنك الأهلي ب3 أهداف للا شيء. طولنا عليكم معلش. نتمنى ان الفيديو يعجب الناس، ولو عجب الناس يعملوا لايك وشير للفيديو عشان نوصل لأكبر عدد من الناس. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.